حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وعافية. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح الياسمين. نبدأ الفيديو كده ببركة سيدنا النبي محمد ونصلي على الحبيب المصطفى ونسمي بالرحمن. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي، ده على اليوتيوب وكمان على الفيسبوك. تشتركي فيه علشان عيلتي تكبر بيكو يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. قولوا لي كده في الكومنتات اخباركم ايه، عاملين ايه يا ولا؟ والله وحشتوني، بقالي يومين ما نزلتش فيديوهات، كنت تعبانه جدا جدا. صوتي يعتبر ما كانش طالع، ولما طلع كان طالع صوته وحش قوي قوي. فالحمد لله النهارده اتحسن. آه هنا شايفين ان انا في بدايه الفيديو ان انا معجبه بالاكله. معانا النهارده اكله سهله وسريعه ومنجزه. كفايه بقى نعمله متحمر في الزيت يا جماعه، كفايه. يلا بينا نعمله بطريقه جديده، وكمان المكرونه بطريقه جديده. انا الصراحه اول مره اعملها وعجبتني جدا. يلا بينا نخش على الطريقه ونسمي بالله. معايا هنا في الاول جبت هنا بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره كده وضربتها في الخلاط ناعم جدا جدا، لان انا عايزه اخد الميه بتاعتها. تمام. هنقلبها بقى كده. يا جماعه الطريقه دي انك تضربي البصل في الخلاط علشان تاخدي منه الميه بتاعته كلها، جميله جدا جدا واحلى كمان من الكبه. وجربوها على ضمانتي. شايفين كل الميه بتنزل منه بسرعه جدا جدا. مش مستاهله ان انتي تفرميه في الكبه وبعدين تسيبيه علشان يصفى. في ثانيه بالسباتولا كده بتتكي عليه كله بيروح. طبعا بعد غلاء البصل، طبعا التفل ده مش هنرميه، هنحطه في كيسة كده ونعينه في الفريزر. في اي بقى تتبيلة تانية عايزين فيها التفل بتاع البصل بس. اللهم صل على حبيبي مصطفى، الكفتة، اي حاجة يعني هنحتاجها. كده كده الكفتة ما بنحتاجش المية بتاعة البصل. فده هيكون جاهز معاكي في الفريزر، هيبقى مية مية. ورقة وقلم واكتبي بقى ورايا التوابل. معايا هنا نص معلقة من الملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة ناشفة وكاري وكركم نص معلقة برضو، وكمان نص معلقه من البابريكا المدخنه. ما عندكش بابريكا مدخنه، بابريكا عاديه جدا. وربع معلقه من القرفه، وكمان ربع معلقه من الجنزبيل، ونص معلقه من توابل الفراخ. حطيت ايه تاني؟ اول ما اشوف الحاجه هفتكرها. وشويه من الخل، ولقيت ان ازازه الخل فاضيه جبت ليمونه وعصرتها كامله. لو عندك خل هتحط شويه خل ونص ليمونه. وهدي بقى تقليبه. هنا جماعه الريحه كانت خطيره خطيره خطيره. نفس التتبيله دي لو انت هتعملي البانيه هتحطي البيض ونص كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا وتربيهم كلهم مع بعض وتحطي البانيه لو هتقليه. لكن انا مش هقليه، انا هشويه. فالتتبيله ديت هسيبه فيها حوالي ساعتين، او ممكن تتبليه من ليلتها، من قبلها بليله يعني بالليل. هتبقى تحفه تحفه تحفه. الميه بتاعه البصل بتخلي الانسجه بتاعه الفراخ تفضل طريه من جوه حتى لو استوت وبقت كريسبي من بره. كده تكون خلصنا التتبيله بتاعه الفراخ. هنا هجيب بقى هنا الطاسه بتاعتي، جريل يعني، واحط شويه سمنه على شويه زيت. بس انا هنا طلعوا معايا كتير فهصفيها. هحطهم يعني هنا كده في البتاعه دي، في الفخاره دي. انا عايزاها تبقى ممسوحه بس علشان احنا هنشويها، فكفايه زيوت بقى. هبدا انزل بقى كده بالقطع بتاعه البانيه بتاعتي. جماعه لو معموله كمان بالوراك هتبقى احلى واحلى، بس الكير بتوفر عندي هنا الصدور، فخليتها وقطعتها كده. نحطها بقى كده، وطبعا على نار عالية، مش عايزين نار واطية علشان النار الواطية هتخلي الفراخ تنزل مية معايا كتير، وانا مش عايزاها تنزل مية. هنا جبت حلة بقى فيها مية، حطيت شوية زيت وشوية ملح، واول ما المية تغلي هنزل عليها بالمكرونة بتاعت اي نوع مكرونة انت حابة تستعمليه استعمليه. وانا هنا المكرونة انا هسويها نص تسوية، يعني 50% بالظبط تسوية، مش هسويها تسوية كاملة عشان ما تتعجنش معايا. نقلتها بقى العين اللي ورا كده علشان اقلب البانيه بتاعي، لان هو كانت شمع من تحت وخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. هنقلبه بقى كله كده. ايوه يا سلام، جامد جامد يا جماعه والله. احط بس نقطه ميه كده علشان ايه؟ الفراخ ما تنشفش معايا قوي وتستوي. هشيلها بقى اركنها على العين اللي ورا. هبدأ بقى دلوقتي اعمل في الوايت صوص او صوص البشاميل. بس يا جماعة تحفة جدا، جربوه، جميل جدا. انا حطيت هنا حوالي معلقتين من السمنة، حطيت عليهم معلقتين من الدقيق.
ما تكتريش حسب كميه الاكل اللي انت هتعمليها. طبعا لو هتعملي كميه اكبر هتزودي الكميه بتاعتك. انا معلقتين الدقيق ومعلقتين السمنه حطيت عليهم مقدار 3 كوبايات من اللبن، ومكعب من مرقه الدجاج، ورشه من الفلفل الاسود، وكمان رشه بسيطه جدا جدا من الكمون، بس لا اكتر ولا اقل. هنا لو حسيتي ان هي تقيله شويه هتزوديها شويه من اللبن، او لو مش متوفر عندك لبن هتحطي شويه من ميه سليق المكرونه. حطيت هنا نص فنجان كده او نص مج كده من الكريمه، كريمه الطهي اللي احنا بنشتريها عادي جدا، بتديها طعم وتست احلى بكتير، بتديها يعني ايه، قوام كريمي كده تحفه. بعد كده بشيل المكرونه بالمصفى بتاعت البطاطس من الميه بتاعت سليق المكرونه على طول للصوص بتاعي، يعني اعملي كله في وقت واحد علشان يبقى الدنيا معاكي مظبوطه. وبعد كده هجيب هنا كوبايه كده من الجبنه الموتزاريلا، او جبنه شيدر او رومي او ميكس جبن، المتوفر عندك حطيه. وديها بقى تقليبه كده لحد كل الخليط ده ما يتمازج كده مع بعضه. هنا هو البانيه كان استوى وكان تحفه يا جماعه، تحفه، مش قادره اقول لكم، لازم ادوق طبعا. هنا هو كان بيبقبق، خلاص بقى هطفي عليه ونبدا بقى ان احنا نقدمه مع بعض. جماعه مش قادره اقول لكم، جميل جميل جدا. كفاياكم بقى تعملوا البانيه بالخلطه اللي هي الكريسبي من بره، كلنا بنحبه كل حاجه، بس تجديد وتغيير، تغيير مطلوب يعني. انا هنا غرفت طبق ليا، وكمان هغرف طبق صغنطوط كده ايه على قد احمد ابني، والله ما هيكملوا يا جماعه، ولا هياكل منه معلقتين اصلا، اكله مايع يعني. هنا هو البانيه، شايفين اللون؟ يا سيدي يا سيدي. انا هنا ما حبيتش ارمشه قوي اكتر من كده، عشان في اطفال يعني وكده، ما بحبش لحم الفراخ ينشف قوي، بحبها تبقى طريه كده وجوسي من جوه. شايفين الحته اللي بتطير في الاخر ديت؟ دي بتطير على بقي، فاهمين؟ وبس كده. متنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات تحت عاملين ايه واخباركم ايه والدنيا ماشيه معاكم ازاي. هو الحمد لله على كل حال طبعا، بس ما تنسوش تقولوا لي وحشتوني قوي قوي قوي، لو وحشتكم قولوا لي ان انتوا ان انا وحشتكم. هنا بقى ايه، عشان الديكوريشن بقى وكده، نقطع بقى برضو البانيه بتاع الاستاذ احمد كده، والله برضو ما هياكل منه حتتين اتنين، بس عشان ايه، نريح ضميرنا قدام ربنا. بس اشوف وشكم على غير فيديو جديد. باي باي.